السلام عليكم، عاملين ايه يا جماعة؟ دلوقتي هو الفرن جه وانا ركبته، بس هي الفكرة ان طبعا لو انتوا عارفين انا كنت عملت المطبخ من فترة وكنت سايبة مكان الفرن، كنت لسه ما جبتوش. المهندس اللي عمل لي المطبخ ساب لي يعني عمل لي مكان الفرن فاضي وعمل لي الفتحات بتاعته، الفتحات التهوية، على اساس وقت ما اجيب الفرن هركبه على طول. جبته وركبته، بس طلع انا المساحة بتاعته طلعت مش مظبوطة. بصوا هو يعني انا مش عارفة، عايزة اخد رأيكم في الموضوع ده. دي الجزء ده ايه؟ ده مش ده المفروض بيبقى داخل لجوه؟ واللي في الجنب ده، الحاجات دي كلها المفروض بتبقى متبيتة جوه، صح ولا ايه؟ هو المفروض مقاسه 60. هو غالبا المهندس عمل لي الفتحة كانت 58 او 57 حاجة كده. شايفين؟ انا بس عايزه اسالكوا على الجزء ده بيكون داخل جوه المطبخ، يعني ده المفروض يكون داخل من هنا، من تحت دي، من تحت دي تبقى داخله كده، والجزء ده كله اللي في الجنب ده كله يبقى متبيت جوه داخل خالص، ولا ايه؟ وكمان بفكر ان انا الغي الجزء فتحه التهويه اللي فوق اللي هي دي، الغيها خالص ويرفع لي الفرن لفوق خالص، يبقى تحت الرخامه. تمام. علشان كده حاساه واطي قوي، لما اجي بدخل حاجه في الفرن او اطلعها الموضوع بصراحه مجهد قوي، بفضل اوطي جامد. فبفكر ارفع الفرن خالص واخلي الجزء ده يعملهولي تحت الفرن ويكون درج. فهل هيبقى عملي ولا ايه؟ قولولي كده، انا بفكر صح؟ اقول لكم تاني اللي انا عايزه اعمله. عايزه يدخلي الفرن جوه خالص خالص، يتبيت خالص في الفتحه، ما تبقاش الحاجات دي طالعه لبره كده. شايفين؟ ده كله مبقاش طالع لبره ولا دي كمان. وفي نفس الوقت يرفع لي الفرن لفوق لحد تحت الرخامة كده هنا. ودي الجزء ده فتحة التهوية دي تبقى تحت الفرن، واعملها درج، بحيث ان انا استغل المساحة، ما تبقاش مساحة متهدرة معايا. قولولي رأيكم ايه، انا بفكر صح ولا لا؟ ده شكل الفرن اهو من بعيد شوية. قولولي انا يعني انا صح ان انا عايزة ارفعه فوق شوية ولا ايه؟ قولولي افكاركم، شاركوني بجد لان انا محتارة جدا يعني. قولولي كده في التعليقات انا صح ولا ايه، ان انا ارفعه فوق وان انا يكون يدخل لجوه شوية. واكون شاكرة ليكم جدا.